الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعين قناة يوميات المربي الصغير. النهاردة حلقة جديدة. اتصل بيا احد المتابعين وبيتكلم معايا، بيقول لي ان هو بيشتكي ان حجم الزغليل عنده دايما ضعيف، خاصة في ايام الصيف. بيقول لي احنا في الشتاء بيكون الحجم تمام، اجي في الصيف معرفش، هي نفس الاهالي وهي نفس طريقة الاكل عندي، وفي نفس الوقت اتفاجئ ان الزغاليل دايما مسيفة وضعيفة. فاتكلمت معاه شوية وفهمت نظام الاكل عنده، وهقول لكم النصيحة اللي انا نصحتها له وانصحها لحضراتكم دلوقتي في الحلقة بتاعتي. في البداية كده يا ريت الناس اللي ما اشتركتش في القناة تشترك معانا في القناة وتدعمنا باللايك. في ثواني قليلة كده يا جماعة ندخل في الموضوع على طول. بص يا سعادة الباشا، خلينا برضو نكون متفقين يا جماعة ان برضو الصيف عامل يعني تأثير سلبي على الاهالي في موضوع الاكل، وشيء طبيعي. انت كبشر او انت كبني ادم في الشتاء بناكل اكتر من الصيف، فده طبيعي جدا بحكم ان انت في الشتاء بتجوع، بتهضم بسرعة علشان خاطر تدفي جسمك، فبتحتاج سعرات حرارية اعلى علشان تحولها لطاقة وتدفي بيها جسمك. ده العكس بقى في الصيف بقى مش بنحتاج غير مية فقط لا غير. فدايما يا جماعة احنا في فصل الصيف باكلنا قليل وبنشرب سوائل كتير. نفس القصة الطيور، ونفس القصة البط عندي والفراخ واي انواع طير في الصيف نفس الشتاء. طيب نيجي بقى لموضوع الحلقة، الحمام والناس اللي بتشتكي من ضعف حجم الزغاليل في الصيف بالذات، مع ان هي نفس الاهالي بتطلع في الشتاء احجام كويسة. انا هقول لكم النصيحة اللي انا شغال بيها والتركاية اللي فرقة معايا، ويعتبر سر من اسرار نجاحي في تربية الحمام. اول حاجة واهم حاجة، محدش يا جماعة يكلف الحمام وقت الشمس او وقت الحر. بمعنى ممنوع منعا باتا نحط اي اكل للحمام من الساعة 11 الظهر لحد بعد العصر. دي الفترة دي يا جماعة نصيحة لوجه الله، بلاش في الصيف بالذات، لان الحمام مش هيقرب للاكل، وان قرب للاكل بسبب الجوع هياكل وكل حاجة، مش هيجري ياكل الزغاليل بحنية، او حتى لو روح اكل الزغاليل هيروح تقضية واجب، لا اكتر ولا اقل، ولا هيملى الحصالة ولا هيشرب الزغاليل كويس ولا هيشبعهم، لان هو نفسه مش قادر، وهتلاقي الفرد او النتاية بتنهج وهي بتطير وهي بتاكل الزغاليل. طيب اعمل ايه بقى؟ قدامك حاجتين وهقول لكم عليهم. اول حاجة، انت تصحى بدري في الصيف بالذات، تكلف حمامك بدري في الصبح بدري، او تكلف حمامك بالليل متأخر. مش بالليل متأخر، اللي هو بعد العصر بساعة بساعتين، بحيث الجو يكون الشمس مشيت ودرجة الحرارة نزلت شوية، الصهد وأشعة الشمس المباشرة اختفت شوية، الجو فيه نسمة هواء، ساعتها اكلف حمامك و يعني اتكل على الله وزود مية نظيفة، ويا ريت تكون مية باردة. يبقى احنا كده يا جماعة عايزين حمامنا يكلف ويشبع ويروح يأكل زغاليله. رقم واحد في البدري جدا، ورقم اتنين لإما قبل المغرب بساعة أو ساعة ونص، مش أكتر من كده. دي يا جماعة أول طريقة. طيب بس كده؟ لا مش بس كده. الطبيعي واحد هيرد عليا يقول لي طب ما أنا بعمل كده ونفس القصة بحس برضو إن الأحجام عندي صغيرة. هقول لك ماشي، بس احنا خدنا بالأسباب. هقول لك بقى أنا بعمل إيه، وهقول لك التركاية اللي ممكن ناس كتيرة ما تاخدش بالها منها. هقول لكم بصوا يا جماعه، انا طبعا زي ما انتم عارفين انا بربي في الاوضه، وعندي في الغرفه بتاعتي لمبه، فانا بطلع بعد العشاء بساعه بساعتين، بلاقي نفسي فاضي الساعه 11 بالليل 12 بالليل، بروح طالع قايد نور الاوضه بتاعت الحمام، وبنزل بوجبه صغيره كده كنص وجبه، تمام، بسميها عشوه سريعه، تمام، وبغير الميه السخنه اللي عند الحمام وبنزل ميه جديده، وبنزل بالكلفه بتاعتي، سواء بقى هكلف كلفه، سواء هنزل عيش، سواء هنزل
سواء هنزل عيش، سواء هنزل قمح، مش هيفرق معايا ايه نوع الحبوب ايه. المهم الحمام ياكل ويشبع. وفي نفس الوقت انا عايز الاهالي بالليل تكون الجو ظبط شويه، تبدا الاهالي تاكل وتشرب وتطلع تاكل وجبه اضافي للزغاليل. يبقى انت كده الزغاليل اللي ما كلتش كويس بالنهار هتاكل بالليل وهتشبع، والحصاله هتتملي من بالليل 12 بالليل 11 بالليل لحد 8 الصبح 9 الصبح. شوف انت سيادتك بتطلع تكلف حمامك امتى الصبح، فبالتالي بتلاقي فرد الحمام واكل وشبعان، مش مسيف مش خاسس. وكذلك الاهالي لما بتاكل عيالها هي بتاكل هي كمان وبتشبع. هيفرق جدا في فتره الصيف يا جماعه اللي احنا فيها. انا بكلمكم احنا في نص 7 او في اخر 7، احنا في وقت القلش او في عز فتره القلش. فتره القلش يا جماعه كلها مشاكل، كلها ريش وكلها تساقط تغيير ريش وكلها قطع بيض وكلها مشاكل في النتي وفي الاهالي. فانت لما تغذي حمامك كويس وتشبعه هيبقى صحته كويسه، هيعرف تعدي فتره القلش باقل الخسائر. وفي نفس الوقت هتتجنب ان الحمام يقطع عندك البيض، وهتتجنب ان الحمام يعني يحصل له مضاعفات في وقت القلش. فتلخيص الحلقه يا جماعه، الناس اللي بتشتكي من موضوع ضعف الزغاليل، رقم 1 تأكل بالنهار بدري جدا 7 الصبح 8 الصبح، ممنوع تأكل وقت الشمس. رقم 2 التركاية اللي هي بتاعت تطلع بالليل الساعة 11 بالليل 12 بالليل 1 بالليل، تديهم وجبة إضافية وتغير لهم المية السخنة اللي في المكان، وتبدا تعشيهم عشوه حلوه كده تمام، بحيث يفضل الزغلول حصالته مليانه اكل ويفضل شبعان معاك لحد تاني يوم ما تبدا تصحى من النوم تديله وجبه الفطار بتاعته. فهي دي يا جماعه كانت نصيحتي للناس اللي بتشتكي من ضعف الزغاليل. بالاضافه ان انت لما تشبع حمامك، الحمام الكبير والحمام الصغير، الكبير هيشبع، الكبير هيستفاد، هي صحته تبقى كويسه، هيعرف يسد معاك في القلش، هيبقى بيقلش وبيبيض مش هيقطع بيض، مش هتريح منك النت، هتلاقي الدنيا شغاله. وهتطلع من فتره الصيف باقل الخسائر لحد ما ندخل على الخريف على شهر 11 تبدا الدنيا تظبط شويه، على اخر 10 او 11 يبدا الجو يظبط شويه، نبدا ندخل على موسم الشتاء، موسم الانتاج، موسم الخير. يبقى احنا كده يا جماعه وصلنا لحد نهايه الحلقه بتاعتنا. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، يعني زي ما الناس بتستفاد وزي ما بطلع افيد الناس. الاستفاده بتاعتي ان انت تدعمني بكلمه كويسه، تيجي تدعمني بلايك، تعمل مشاركه، بحيث ان القناه تكبر، اكتر عدد من الناس تشوف الفيديوهات. ده اللي انا بطلبه من حضراتكم. وفي النهايه احنا غرضنا الخير للناس كلها، ونعلم الناس المعلومات اللي عندنا. لا عايزين حاجه من حد غير الكلمه الطيبه، صدقه فقط لا غير، ونطلع ننقل معلوماتنا للناس لعل وعسى حد يستفاد. تمام. وفي النهايه بتمنى لكم الخير كله، مش عاوز اطول عليكم وقت الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Nene.